السلام عليكم اخواتاتي، ان شاء الله تكونوا بخير. اليوم جيت نقدم لكم وصفة مملحة راح نديروا بها حالة في رمضان. واحد البنة فيهم يجوا طريين وخفاف كما القطن وشكلهم ما نحكي لكمش. جربوهم وان شاء الله يعجبوكم، متأكدة بلي راحين يعجبوكم. قبل ما نبداو الفيديو تاعنا نصليو على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بسم الله، نبداو الوصفة تاعنا. واش نحتاجو فيها؟ عندنا 300 مليلتر حليب دافئ، مغرف صغيرة ملح، مغرف كبيرة سكر، مغرف كبيرة خميرة الخبز، بياض بيضة، وصفر نحتفظوا به باه ندهنوا المملحات تاعنا. عندنا 500 غرام فرينة، زوز مغارف كبار زيت. بسم الله نبداو التحضير تاعنا. نحطوا الحليب ونزيدوا عليه مغرف تاع السكر وتاع الخميرة ونخلطوهم مع بعضاهم، ونزيدوا الفرينة. دوكا نبداو ندخلوا في المكونات مع بعضاهم ونزيدوا عليهم بياض بيضة. دوكا نحطوا العجينه تاعنا ونبداو نعجنوا فيها ونساعدوا روحنا بالفرينه. نبقاو نعجنوا حتى نتحصلوا على عجينه ملساء. دوكا نحكموا العجينه ونقسموها الى نصفين ونكوروها. نحكموا البلا، نرشوا عليه شويه حفارينه ونحطوا فيه العجينه. بعد نغطيوهم ونخليوهم يخمروا لمده 10 دقائق. وهذه هي العجينه تاعنا بعد ما خمرت. شوفوا الله يبارك فيها، ضاعف الحجم تاعها. دوكا نرشوا الفرينه على مكان العمل ونهبطوا العجينه تاعنا ونبداو نطرحوا فيها حتى نشكلوها على شكل دائرة. حتى نتحصلوا على عجينة تكون بالشكل هذا. هنا عندنا كمية من الزبدة الدائبة وندهنوا في العجينة بالزبدة بهذا الشكل. دوكا نحكموا القطاعة تاعنا ونقسموا العجينة على 8 مثلثات كما موضح في الفيديو. بعد نلاقي كل مثلث على المثلث اللي يكون منفصل بهذه الطريقة. بعد المثلث الأخير اللي نحطوه نحاولوا نقفلوا به على العجينة كاملة بهذا الشكل. دوكا نحكموا صحن ولا بلا نحطوا فيه العجينة ونغطيوها ونحطوها في الكونجيلاتير لمدة 20 دقيقة. ونكمل هكا العجينة التانية بنفس الطريقة.
دوكا نروحوا للحشو تاعنا اللي نحتاجو فيه. الحشو يبقى اختياري، تقدروا تحشيوها غير بالفرماج. عندنا بصلة تكون متوسطة، عندنا 140 غرام ثوم لحم مفروم، عندنا واحد فلفل حلو يكون حجم متوسط، عندنا زوز فصوص ثوم، وعندنا الدبشة. نحكموا المقلة، نحطوا فيها مغرف زبدة وحوالي 3 مغارف كبار زيت البصل، ونديوه يتقلى. بعد ما يتقلى البصل ونتحصلوا على اللون هذا، نزيدوا عليه اللحم المفروم ونديوه يتقلى، ونزيدوا عليه الثوم والفلفل الحلو وشويه من الدبشه، والدبشه الاخرى خليوها للاخير. وعندنا التوابل، عندنا ملح، عندنا فلفل عكري، عندنا راس الحانوت، عندنا فلفل كحل، والتوابل يبقاو اختياريين. وهذه هي العجينه تاعنا بعد ما ارتاحت. نبداو نحطو في الفرينه على مكان العمل، ونحطو عليه العجينه، ونبداو نطرحو فيها كما الطريقه الاولى. بعد نحكم القطاعه على 8 مثلثات، وفي كل مثلث نعمل 3 خطوط ولا 4 كما تحبوا بهذا الشكل. نجيبوا الحشو تاعنا، نبداو نحطو فيه على العجينه. وهنا عندي كميه من الجبن الطري، نبداو نشكلو فيه بهذه الطريقه. دوكا نقفلو على الحشو كيما هكا، ونبقاو ندورو في العجينه حتى نتحصلوا على الشكل هذا. بعد الاطراف نلاقيهم مع بعضهم كيما هكا، ونكملوا كيما هكا حتى نفضوا الكميه كامله اللي عندنا. والله يا خواتاتي هذه المملحة بنينة بنينة بنينة، وتجي مقرمشة وطرية من الداخل وخفيفة كيما القطن. يعني راح تجربوها وعلى بالي ومتأكدة بلي تعجبكم. نكملوا كيما هكا حتى تفضلنا الكمية كاملة اللي عندنا.
وهنا بعد ما فضينا الكمية كاملة، عندي هنا صفار تاع البيض اللي خليناه في الأول، وزدت عليه مغرف حليب، ونخلطوهم مع بعضهم ونبداو ندهنوا بيهم المملحات تاعنا بهذا الشكل. وللتزيين يبقى اختياري، أنا عندي هنا سمسم وعندي السانوج مخلطاتهم مع بعضهم، ونبداو نحطو فيهم من الفوق. بعد ما فضينا المملحات تاعنا نديوهم يطيبوا على فرن مسخن مسبقا على درجة حرارة 180 درجة، ويطيبوا من 20 إلى 25 دقيقة. وهادو هما المملحات تاعنا بعد ما خرجوا، شوفوا الله يبارك كيفاه جاو يسخفوا ومن الداخل جاو طريين وخفاف كيما القطن. نقسم لكم حبة وتشوفوها كيفاه جات من الداخل، شوفوا ما شاء الله كيفاه جات. وفي الأخير أخواتاتي ما تنساوش تخليو لي جيم وكومونتير يهبل كيفكم. مع السلامة، استودعكم الله.